السلام عليكم ورحمة الله. معكم حكيم كزار. كما تشاهد أخي، هذا هو بسكويت كروكي. بسكويت كروكي جاتو مازال طري، يعني جديد، معناه فيه رطوبة، لا يجب تقديمه مباشرة حتى يجف. عملية تجفيفه يتم فرشه في صينية، مثلا مثل هذه صينية يفرش فيها، يترك حتى يجف مع تحريكه كل نصف ساعة لكي لا يجف من الأعلى ويتصوف من الأسفل. لدي باتي قديم سوف أقوم برميه للأسف، لذلك أنا أقوم بتجهيز باتي جديد بسكويت. ماذا سأضيف للباتي لكي لا أطيل عليكم؟ لاحظ ماذا سأضيف له. أي بسكويت في شوكولاتة، سكر، في الشوكولاتة، مازال الشوكولاتة طرية، هذا يزيد في النكهة. تلاحظوا هذا يصبح يحليها. هذا البسكويت كله سوف أضيفه. ليس هذا فقط، لاحظ أيضا ماذا سأضيف. الشوكولاتة، لدي الشوكولاتة ليست مازالت باردة، سوف تذوب. أقوم بخلطها. أهم شيء صدقني، كنت معول أن لا أخبركم، الشوكولاتة تعالج الكولاباسيلوز، تقضي على الإسهال، ممتازة للفراخ من أول يوم فقط. عندما أصور لكم فيديو لا تترك شخص يخدعك، يقول لك لا هذا طيور الباجي لديها مناعة عكس طيور الكناري عكس. لا، هذه أنا أقدمها لجميع الطيور. يا لو كان عندي الحمام أقدمها للحمام. فهمت يا أخي؟ أنا كنت سأبخلكم بهذه المعلومة. لذلك لأني لاحظت الكثير يهاب عندما يراني أصور فيديو يحسبني أحمق أو مغفل أو أريد أن أبدع. لا، أنا كلها أمور علمية مدروسة. الشوكولاتة، بسكويت فيه سكر حلو وسكر ذاك، هذه كلها سوف أقوم كلها بطحنها. شو كتجف مع الشوكولاتة هكذا، تهنوا عليها. هذه العلبة تسوى 28,000. العلبة تسوى 28,000. إيه، تذكرت حليب، تذكرت، كنت أنساه. الحليب، الحليب يا حبيبي، الحليب، الحليب يا الحليب. هذه باتي ممتاز، يكفي أن أطحنها فقط جيدا. نفرشها في الصينية. تمزج جميع المكونات مع بعض لكي عندما ينقب الطائر يستفيد من كل المكونات، لأنه لو نتركها حبيبات سيختار مثلا اللون الأسود ويبدأ يبعثر. هذه حسن باتي. شيكولا خاوتي غير ممتازة، شيكولا يا أخي ممتازة ممتازة. لا تستهين بالمعلومات التي أنشرها، ولكن عندما أكون أكتب لا أتذكر كل المعلومات. حول ما أكتب بعض المعلومات، مثلا حتى يتم طرح سؤال ما هو بديل غذائي يساعد على تجنب الأمراض، قد أتذكر أنصح بالشوكولاتة مثلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
وأكمل أنا عملية لكي لا أطيل، وأكمل عملية أرمي الباتي التي عندي. للأسف خسارة خسارة خسارة. أردت أن أجرب بعض المكونات فزتها. لا تضيف لها، نستطيع إضافة لها الكركم، الجنجلانية ريحتها لذيذة أيضا. هذه المكونات الأساسية. يوجد طحين التمر والفول السوداني. هذه تقريبا أهم مكونات الباتي. الباقي تبقى إضافات فقط زائدة. بديت نتعبي. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.